السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كاع تكونوا مليح وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. كما راكم تشوفوا مازلنا في سلسله حلويات العيد 2023. جبت لكم اليوم البقلاوه بلا بات فيلو، سهله مهله وتجيب بنينه ومقرمشه. نبداو على بركه الله. نروحوا لافاس تاعنا، تحبوا ديروا اللوز كاوكاو جوز واش حبيتوا. انا عندي هنا 3 كيلات تاع اللوز كنت رحيتهم، وعندي كيله تاع السكر نحيت لها ان دوا، وزوج مغارف كبار تاع السمن. نخلطوا كاع هاد المكونات. لازم نخلطوهم مليح باش هذاك السكر يتخلط مليح مليح مع هذاك اللوز ولا الكاوكاو. هنا نزيد الماء زهر غير بشويه، كي شغلك حط تواسي الطعام تقعدي تزيديه غير بشويه حتى يجينا كيما شغل الطعام كي نشمخوه. راكم تشوفوا ماشي نحرحروه حتى يولي كيما نقولوا تقدري ديري يعني تلميه، لا راكم تشوفوا كيفاش راهو نشمخوه برك شويه برك. هنا عندي لاباط فيلو، خيروا الماركه اللي حبيتو، انا استعملت هذه. وعندي السمن الثاني كنت ذوبته. وكما نعرفوا كامل لاباط فيلو تجي رقيقه وتجي سونسيبل بزاف. الوغ كي نروحوا نبداو نخدموا بها، الحاجه الاولى لازم نغطوها بالساشي تاعها باش ما تنشفناش وتيبس، وكي نفرغوا ورقه على ورقه غير بالعقل باش ما تتكسرناش. ديجا من داك يجوا هكا مكسرين من الداخل، يعني مقطعين، صافي نروحوا لهم غير بالعقل كيما راكم تشوفوا هنايا. المهم حنا راح ندوروها سما ما راش حتبان، بصح نروحوا لها غير بالعقل. هنا مع الاول درتها فوق لابلونش ومن بعد نحيتها ما ساعدتنيش. نبدا ندهنها، من الاحسن ما تدهنوهاش بزاف. انا درت غلطه هنايا، ما على باليش كنت مدوخه. المهم تدهنوها غير ابان شويه هكا برك، بس كي تدهنوها بزاف رايحه تطلق لكم الزيت. انا كي طلقت لي في سنيوه الزيت نحيت كاع هذاك الزيت صفيته، ما خرجت هايله الحق. من نقول لكم باش ما تغلطوش الغلطه اللي غلطتها. يعني كيما راكي تشوفي كيما ندير لها هكايا خلاص، ما تزيدي لهاش السمن من الفوق، ديروا لها غير هاد الطبقه وخلاص. وعندي وصفات تاع البقلاوه بعجينه تانيك مورقه وماشي بالاله، تاني تلقاوها في القناه تاعي اللي مازال ما شفتهاش. هنا ندير لافارس تاعي هذيك، كاين اللي يديروها بالحطبه هذيك ويكمشوها، انا درتها عادي دورتها. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش درتها. وكميه الحشو هذاك ديروه كيما حبيتوا، تحبوا تكتروا تحبوا ديروا غير شويه. كيما انا هاك تشوفوا هنايا راني ندهن فيها، نتوما ما تدهنوهاش، دهنوها غير المره الاولى وخلاص. فوالا الفيديو يبين لكم يوضح لكم كلش. اني دورته هكا كي شغل حربوش. دوك نجي هنايا راكم تشوفوا كيفاش راني شغل نكرفص فيه، نحطه في السنيوه ونسقمه. شوفوا كيفاش درتو، كيما نقول لك سهله مهله وتوجد لكم تاع تمتم. دوك انا نكملهم كامل بنفس الطريقه. كما قلت لكم كي تدهنوها دهنوها غير المره الاولى، وهنا من الفوق معليش تدهنوها بصح ما تزيدولهاش كل ما تروليوها. هذيك هي الغلطه اللي غلطتها انا. دوك هنايا كنت تشوفوا كملتهم كامل. لازم نقطعوها وهي هكايا يعني خضره ماشي طيبه. دوك نقطعها، انا قطعت كل حربوش على 4. راكم تشوفوا تبان كيفاش راهي مقطعه. درت 4 حبات في كل حربوش.
نحطها تطيب على درجة حرارة 160 درجة. كيما راكم تشوفوا هنايا كطيب لكم من التحت ديروها تتحمر، وغير تخرجوها من الفور ديالكم ديروا لها العسل يكون هكا ثقيل، يعني ما تسخنوه ما والو، ديروه هكايا. راكم تشوفوا هنا راني سيباريتها باش نشوف العسل ولا خص ولا ما خصش. خرجت في البنه ما شاء الله، والشكل تاني شكلها بزاف شباب. سمعتوا القرمشه، شهيتكم في الجنه ان شاء الله حباباتي. ما تنساوش تدعموني بجيم وكومونتير شباب، وإلا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع حباباتكم. مع السلامه.